السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار يا جماعة متابعين القناة في كل مكان في العالم؟ أهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة أو فيديو جديد من السلسلة اللي انتم بتحبوها، حقائق لا تعرفها عن أنمي أبطال الكرة. الفيديو دوت برضو واخدين 5 حلقات، والحلقة أو الفيديو دوت هيكون برعاية معاذ قيمنج، لأن هتعرفوا طبعا وأعتقد كلكم عرفتوا يعني من الصورة ليه بقول كده. طيب، مبدئيا طبعا انتوا عارفين لا تجعل القلم يلهيك عن الصلاة وأداء شعائركم الدينية، وصلوا بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. مبدئيا خلينا نبتدي مع بعض كده في السريع بأول حقيقة. أول حقيقة معانا وهي زي ما قلنا أو زي ما واضح من العنوان، تيسير الوحيد اللي جاب جون. ايه ده؟ طارق الوحيد اللي جاب جون في تيسير. ومقصود هنا من الجملة ديت مش الناس هتستغرب ازاي طارق الوحيد اللي جاب جون في تيسير، وتقريبا النتيجة خلصت 4-3 او مش فاكر كام بالظبط. المقصود ان طارق الوحيد اللي جاب جون في تيسير وهو بركلة فردية، بحيث ان مفيش حد استطاع ان هو يحرز اي هدف في مرمى تيسير الا طارق بتسديدة فردية، وهي الكواكب الفضاء. باقي التسديدات اللي دخلت في تيسير كانت بين تسديدات مشتركة. نخش على الحقيقة اللي بعد كده. أخت زين أو اللي هي كان اسمها غنوة تقريبا، وهي كانت السبب في ظهور مهارة إعصار النار المزدوج. ازاي؟ بحيث ان زين في جزء الفرسان أبطال الكرة الفرسان، هو لما كان اسمه سيد مراد فكان الموضوع سري بينهم، ما كانش يقدر يتعامل مع عامر بشكل مباشر ولا غيره، فاضطر انه يبعت اخته عشان تقدر تبلغ عقاب بالمهارة المزدوجة اللي عملها مع بيان بعد كده، وهي مهارة إعصار النار المزدوج. فهي كانت السبب الرئيسي أو حلقة الوصل ما بين عقاب وما بين السيد مراد أو زين الكبير. الحقيقة اللي بعد كده تعرفوا إن زيدان أو زانارك عنده حفيد. أعتقد في ناس كتير عارفة، للناس اللي تابعت جزء الجالاكسي، الشخص دوت اسمه زانكورو أو زاناكورو، ويعتبر الحفيد، مش عارف الحفيد رقم كام يعني، أو جد يعني. هو إيه، هو جد زيدان مش حفيده. فزيدان يعتبر حفيد زاناكورو، لأن أحداث كرونوستون كانت في المستقبل، فزيدان أو زنارك يعتبر شخص من المستقبل أصلا، أما زناكورو فهو من الحاضر. فزناكورو هو يعتبر جد زيدان وليس حفيده، فبعتذر على هذه النقطة. الحقيقة اللي بعد كده تعرفوا إن عامر عنده حفيد، واللي هو اسمه اندو كانون. وطبعا الناس ممكن تكون شافته في اللعبة، الناس اللي ما تابعتش غير المسلسل بتاع الانمي، وقالوا ده جه منين. ده حقيقة جت ان ابن او حفيد زي حفيد عامر دوت جه من الحلقة أو اللي هو الفيلم الخاص بهجوم الغيلان، واللي هو برضو كان الفريق الغيلان دوت أساسا جاي من المستقبل عشان يدمر كرة القدم. فكان اندو كانون بهدف يعني جاي من نفس الزمن دوت بهدف ان هو يحمي عامر. يعني هي تقريبا نفس تلاحظوا ان في تشابه ما بين القصة بتاعت هجوم الغيلان وما بين فرسان الزمن، اللي هو الاتنين يعني سواء بيان أو حفيد عامر اللي هو اندو كانون، الاتنين رجعوا بالزمن عشان يحموا عامر في الزمن اللي هو حصل عليه الهجوم، عشان كرة القدم ما تنتهيش أو يحصل فيها مشكلة. الحقيقة اللي بعد كده، لو ما لعبتوش لعبة أبطال الكرة الجديدة أو فيكتوري رود، هنعرف إن المفروض مقرر إن في يعني أحداث أنمي أو اللعبة بتاعت فيكتوري رود هتكون في المستقبل، أو مش المستقبل، اللي هو في الوقت الحاضر يعني. واللي أعتقد في الوقت الحاضر يعني المهم فريق النسور هيظهر، اللي هو البطل مش من فريق النسور أصلا، لكن فريق النسور هيظهر وهيكون في الشخص اللي قدامنا دوت، اللي هو كان باسم اندو هارو. وهندو هارو تقريبا بيرتدي القميص رقم 10، ويعتبر هو هداف الفريق اللي هو فريق النسور. وواضح ان هو هيبقى لعيب قوي وهيبقى ليه دور اساسي وكبير في الانمي، وهو يعتبر ابن عامر.
فبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يعجبكم، وقولوا لي كنتوا تعرفوا كام حقيقة من الحقائق اللي أنا قلتها، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي إن شاء الله. أنا مش عارف هيبقى عن إيه، أشوفكم المهم الفيديو الجاي، والسلام عليكم. ينصح الخبراء اليابانيون باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفوريت، ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا.